لأن الانتخابات يعني ما يبقى لها غير 3 أشهر، ولذلك يجب أن ندعم الإعلام، الصحافة، في كل الوسائل يجب أن ندعم الدعاية الإيجابية في هذه المرحلة المهمة. نعم. أجدد ترحيب بحضراتكم وانتقل إلى السيد محمد علي. يعني إدارة الدولة قررت تشكيل لجنتين لحل المشكلات بين المكونات والحفاظ على عراقية كركوك. هل يأتي ذلك متوافقا مع الاتفاق السياسي اليوم بين بغداد وأربيل أيضا أستاذ محمد؟ مساء الخير عليكم وعلى ضيفكم الكريم وعلى جميع مشاهديكم الكرام. في البداية أنه لا يوجد اعتراض على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك لممارسة عمله السياسي في المحافظة، لكن في هذا المقر يعني يعتقد المكون العربي في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني على كركوك، في هذا المقر اختفى عشرات الآلاف من الضحايا من المواطنين العرب. فبعد سيطرة القوات الاتحادية على كركوك في عام 2017 يعني أخذت هذا المقر وأسست قيادة عمليات في هذا المقر، ويعتبر المكون العربي أن هذا المقر له رمزية كبيرة واعتزاز للجيش العراقي عندما حرر مدن عديدة. اختفاء الضحايا كان في وقت سابق. نعم في وقت سابق. يعتبر هذا المقر له رمزية كبيرة لدى المكون العربي، فاعترض على قرار السيد رئيس الوزراء لتسليم هذا المقر للحزب الديمقراطي الكردستاني والاحتكام إلى سلطة القضاء. هناك شكوى الآن في المحكمة الاتحادية والجميع يحتكم إلى قرار المحكمة الاتحادية ماذا تقرر، ولا يوجد أي اعتراض على ممارسة الحزب الديمقراطي الكردستاني ممارسته السياسية مرة أخرى في محافظة كركوك، وهو مرحب به كباقي الأحزاب السياسية في محافظة كركوك. نعم، هذه اللجنة التي يعني سوف تبدأ عملها في محافظة كركوك لتقصي الحقائق في الأيام القادمة، سترى أنه هناك الامر طبيعي والوضع الامني جيد ومستتب، وقوات الاتحاديه من الجيش تسيطر على المدينه، ولا يوجد اقصاء طرف على طرف اخر، كما روج الاخوان من بقيه الاحزاب السياسيه ان كركوك محتله وان الوضع الامني فيها خارج عن السيطره وان الاعتقالات في الشوارع ومداهمه احياء من غير مكونات. هذا الامر لا يمت الحقيقه بصله ولا يوجد دقه لهذا الموضوع. يجب ان تصل الصوره الى بغداد بدون اي رتوش وبدون اي تزييف الحقائق في محافظه كركوك. جميل. سيد نبيل، السيد محمد تحدث عن نقطة مهمة، وهي أنه عندما كان سابقا يتواجد السؤال الأخير لحضرتك سيد محمد، يعني حدثنا عن إمكانية أن يكون محافظ كركوك كرديا، وأيضا ما موقف أهالي كركوك يعني في حال كان هناك محافظ كركوك من القومية الكردية. نعم، المحافظ هو يعني كان أتكلم عن المحافظ الحالي، كان هو يعني بدرجة نائب المحافظ. فعندما دخلت القوات الاتحادية إلى كركوك إداريا يشغل نائب المحافظ منصب المحافظ، فهو لم يكن فرضا بالقوة، يعني أتت القوة العربية بالقوة العسكرية وعينت محافظا عربيا، لا، كان هو إجراء إداري طبيعي. نائب المحافظ شغل منصب المحافظ. كان هناك إجماع من الأطراف السياسية على أن تدار المحافظة الحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتتبين النتائج ما الذي يعني تحصده الأحزاب السياسية لتشكل الحكومة المحلية في محافظة كركوك. نحن مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات، وكركوك لها خصوصية منذ عقود زمن كبيرة لم يحدث بها انتخابات منذ عام 2005، وكل المكونات تشعر بأنها مغبونة في تمثيلها في داخل مجلس المحافظة. ونحن أمام تحدي كبير جدا، وعلى الحكومة دعم هذا الملف وإنجاح هذا الملف. إنجاح ملف انتخابات مجلس محافظة كركوك يمثل نجاحا سياسيا كبيرا واستقرارا سياسيا في المرحلة المقبلة. يجب على الأطراف السياسية أن يعني تبث روح التسامح وتجلس على الطاولة لحل جميع الأزمات السياسية في المحافظة. المكون العربي والمكون التركماني لا يوجد لديه أي مشاكل مع بغداد، المشاكل تبث من طرف معين على حساب أبناء محافظة كركوك. لدينا في محافظة كركوك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يمارس عمله منذ سنوات ولم يخرج من المحافظة. لم يأتي طرف من محافظة كركوك وأخرج حزب الديمقراطي الكردستاني بالقوة من المحافظة، هو خرج بطواعية. طيب، هل هناك إمكانية لأن يكون المحافظ كرديا سيد محمد؟
منصب المحافظ تحدده نتائج انتخابات مجلس محافظة كركوك القادم. إذا كانت هناك أغلبية عربية في مجلس محافظة كركوك سيعاد منصب المحافظ ويكون عربيا. أما إذا كانت أغلبية أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكون الكردي فهذه نتيجة طبيعية، هم سيشكلون الحكومة المحلية ويكون المحافظ كرديا. هذه نتيجة حسابية لا يمكن لأحد أن يعترض عليها. فمنصب المحافظ أعتقد سيكون منصب المحافظ في المرحلة المقبلة منصب محافظ كركوك، سيكون توافقيا بين جميع الأحزاب السياسية في المحافظة لتهدئة الوضع ولعودة المحافظة إلى وضعها الطبيعي، لأنها تعيش أزمات منذ 2005 ولحد هذه اللحظة. يجب وضع حل جديد لكركوك، لأن كركوك تعتبر برميل بارود منذ عام 2003، في أي لحظة ينفجر ويشعل العراق للأسف الشديد. لكن بغداد لا تستشعر هذا الخطر. نحن أبناء كركوك نستشعر هذا الخطر، أن كركوك فيها أزمات متعاقبة. واضح. السيد محمد علي الجبوري، محلل سياسي من كركوك، كنت معنا عبر خدمة سكايب. شكرا جزيلا لانضمامك ولكل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا لك.